لو اتنصب عليك في شقة عمرك اوعى تعمل قضية نصب. طب ليه؟ سريعا كده هوضح لك نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا مفيش حد قالها لك قبل كده. اما حد ياخد منك فلوس علشان يشغلها لك ويوهمك ان هو يدي لك ربح وهمي وهوبا تتفاجئ انه نصب عليك يا معلم. اوعى تعمل له قضية نصب. هتعمل له ايه؟ جناية توظيف اموال. طب ايه بقى جناية توظيف الاموال دي وايه فايدتها؟ دي بقى يا سيدي قضية خاصة باي شخص او اي كيان او اي شركة اخدوا منك فلوس لاستثمارها او توظيفها او المشاركة بيها وهي ليست من ضمن الشركات المرخص ليها بتلقي الاموال. يعني ايه برضو الكلام ده كله؟ يعني يا سيدي اي حد خد منك فلوس وهو ما هو الشركه مرخص ليها بتلقي الاموال واستثمارها يبقى كده ارتكب جريمه او جنايه توظيف الاموال. طب السؤال المهم بقى ايه الفرق ما بين النصب وقضيه توظيف الاموال؟ ركز بقى في الحته الجايه دي علشان فيها الزتونه. هنفرض ان دي قضيه النصب ودي جنايه توظيف الاموال. اولا كده قضيه النصب دي جنحه، توظيف الاموال جنايه، في فرق كبير ما بينهم هبقى اوضحه في فيديو تاني بعد كده. عقوبه قضيه النصب ده من 24 ساعه لحد 3 سنين. عقوبه جنايه توظيف الاموال دهيت بتوصل للسجن 10 سنين. جنحه النصب الغلبانه دي القاضي مش بيحكم فيها بغرامات ومش بيحكم فيها برد الفلوس اللي اتنصب عليك فيه. الشريره بقى دي جنايه توظيف الاموال القاضي بيحكم فيها بغرامه من 100,000 لحد مثلي قيمه المال اللي اخده منك. يعني لو واخد منك 10 مليون القاضي ليه الحق انه يحكم عليه بغرامه 20 مليون جنيه. ده بالاضافه الى الحكم برد الاموال التي تم الاستيلاء عليها. يحكم لك بانك تاخد الفلوس المستحقه. ماده العقوبه في قضيه النصب دي 336 عقوبات. ماده العقوبه في جنايه توظيف الاموال دي هي الماده 21 من القانون رقم 146 لسنه 1988 الخاص بنظام الشركات العامله في مجال تلقي الاموال واستثمار. وهنا بقى قول لنا في نهايه الفيديو قضيه النصب ولا جنايه توظيف الاموال يا معلم؟ وقول لنا لو المعلومه دي جديده عليك اول مره تسمعها ولا عارفها من قبل كده. ولو جديده عليك وعد منك يا معلم تشاركها على اوسع نطاق علشان في ناس بتبقى متشعلقه في قشايه علشان ترجع فلوسها وشقى عمرها اللي اتنصب عليهم فيه. وفي النهايه لو انت مش من ضمن متابعينا فانت فايتك كتير قوي وهيفوتك اكتر. ادخل على الصفحه بتاعتنا خد لك لفه فيها هتلاقي حاجات كتير هتعجبك واوعدك بده. شكرا.